بون اليوم رانا في سوق الرحمة، هذا اللي نظمته مديرية التجارة باه نكونوا ان شاء الله محرمين على المواطن الجزائري. عندنا سلعة كما يقول لك بسومة سعر معقول، خيرة كما يقول لك جودة عالية. بربي ان شاء الله نكونوا ان شاء الله في الواجهة، ونكونوا كما نقولوا قايمين ونساعدوا الغاشي. وماذا بينا كما يقول لك ان شاء الله يكون شهر رمضان شهر رحمة، وبا يكون فيه كما يقول لك الرحمه ونترحموا بيناتنا، والمواطن الضعيف يكون يقدر كما يقولوا على القدره الشرائيه. وبربي ان شاء الله رانا هنا ومتواجدين ونساعدوا المواطن بالشيء اللي نقدروا عليه. احنا خبينا السلعه هذه قبل ما تزيد باه كما يقول لك نساعدوا بها المواطن البسيط. راهي عندنا بريات بري كما يقول لك ريزونابل على جال المواطن الضعيف باه نساعدوه كما يقول لك في القدره الشرائيه تاعو. والله يبارك. راهو السوق ناجح، سوق ربي يبارك فيه كلش، فيه الزيت فيه السكر فيه الحليب فيه الدجاج فيه اللحم فيه ربي يبارك كلش. وكما يقول لك مرحبا بالغاشي، ورانا هنا في خدمه المواطن الضعيف ان شاء الله. راكم تشوفوا الحمد لله اليوم درنا انطلاقه تاع افتتاح سوق الرحمه ببارك ستيف. الحمد لله كانت المواد التي تشهد بعض التذبذب في التموين، خصوصا لا سيما ماده الزيت والسميد. الحمد لله هنا راكو وقفتوا على المعاينه، وقفتوا انتم راكو تشوفوا باللي ماده الزيت متوفره على مدار اليوم دون انقطاع. اما كان الزيت ذو سعه 5 لتر او 2 لتر او 1 لتر، خصوصا كذلك السميد. حنا نوجه نداء للمواطنين نقول لهم الاشاعات المغرضه التي تهدف الى تشتيت سلوك المستهلك ولا تدخلوا في متاهات او ارهاصات او تخوف من انقطاع هذه المواد، حنا نقول لهم باللي المواد متوفره، لا داعي للقلق ولا داعي الى التهافت الاقتناء بكميات كبيره. المواد راهي تشهد وفره لا مثيل لها. كاين بعض المتعاملين الاقتصاديين الحمد لله مشاو معنا في هذا المنطلق، حيث انهم راح دخلوا معنا ومولوا سوق الرحمه او سوق تضامني بمواد خصوصا الزيت بكميات كبيره حتى وصلت الى 12 طليطه كل يوم دون انقطاع. نشكروهم على هذه المبادره منهم. كذلك المطاحن راهم حطوا هنايا المواد تاعهم والحمد لله. وانا اوجه كذلك مره ثانيه نداء الى المواطنين، لا داعي الى التهافت والى اقتناء كميات كبيره من السلع. لماذا؟ لان المضاربين هنا راح يدخلوا، راح يشكلوا واحد يحبوا يذبذبوا السوق او يذبذبوا كلش متوفر. احنا البرودوي كاين تولي جور بدون انقطاع، يعني السلعه متوفره. المواطن ما يخافش بلي رانا واقفين ورانا مجندين، ونشكر مديريه التجاره اللي راهي واقفه معنا. ان شاء الله المبادره هذه ان شاء الله تكون سائر ايام السنه ان شاء الله، مش غير في شهر الرحمه. وان شاء الله الكميه متوفره ان شاء الله، وان شاء الله تكون رحمه علينا ان شاء الله في هذا الشهر المبارك ان شاء الله، وفيها خير ان شاء الله. عندنا الفارينه تاع كيما نقولوا حنا تاع الخبازه، تاع كيما نقولوا الكاطو، كيما نقولوا حنا الدار رمضان سبيسيال كيما نقولوا. المنتوج الجزائري متوفر في الدقيق، الزيت، السكر، قهوه، كلش متوفر. الدجاج، مشروبات اخويا هايك شوف، واسعار معقوله في متوان الجميع. رحمه ربي كل ستوك كاين موفر كلش، وبارك الله فيكم. وربي ما كان زياده لا في الاسعار والو. ها الدقيقه ب 40,000، ها الحليب ها وراه، الزيت هاك شوفي ب 65,000 63,000. رانا هنا في سوق الرحمه لولايه سطيف. عندنا المنتوجات الجلبانه المجمده والاسماك المجمده راهي متوفره في السوق وباسعار منخفضه لكل المواطنين طيله شهر رمضان. وانا مع مدير التجاره راهي مرافقتنا هنا، ورانا نوفروا السلعه للمواطن باسعار منخفضه، ورا شهر كامل راهي موجوده البضاعه.